النهارده هنكمل الفيديو مع بعض. فيديو زيت زوزو السحري. هنحطه مع بعض وهصفيه قدامكم بعد ما اتنقع كده حوالي 10 ايام او 15 يوم. هو كان المفروض اسبوع بس انا اتاخرت. يلا ندخل على طول في الفيديو. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نقول بسم الله العذراء حبيبه قلبي ام النور ونبدا كده على طول. مبدئيًا كده المفروض يعني أفتح على الزيت بعد أسبوع، بس بصراحة ما كنتش فاضية خالص، فسِبت حوالي 15 يوم، وعلى فكرة كل ما بيقعد كده كل ما بيبقى أحلى جدًا، يعني بيتنقع كده 15، 20 يوم حلو جدًا، بس طبعًا إحنا مستعجلين دايمًا كده فهو أسبوع كفاية. كنت حاطاه في الشراب زي ما هو كده وجوه الكيس الأسود. المهم هاوريكم شكله بعد ما قعد كده 15 يوم. طبعًا الفلاش مفتح الحاجة كلها، يعني لو أخدتوا بالكم الفلاش ضارب كده في البرطمان نفسه، فمفتح الحاجة. هو اللون غامق جدًا، يعني عايزة أقول لكم بعد ما اتنقع كده 15 يوم اللون بقى لون زيتي كاتم اللي هو الغامق ده، وكمان ريحته عسل. وعايزة أقول لكم كمان ما حدش يقلق من التوم، أنا هاوريكم من جوه يا دوب بس كده خلاصة التوم نزلت هي الحلبة والروزميري، يعني ما فيش ريحة توم اللي هي القوية دي، لأ، ريحة عادية جدًا. وكمان ممكن ناس تقول لي طب ريحة الحلبة ما فيش ريحة خالص على فكرة، لو جربتوه بنفسكم هتعرفوا أنا باقول إيه بالضبط وكلامي صح. لكن لو عملتوا الخطوة اللي أنا باعملها في الخلاط، اللي هو باضرب الروزميري أو باطحنه ومثلًا تضربوا الحلبة وتضربوا التوم مع بعض في الخلاط مع الزيت، ممكن في الوقت ده هتلاقي ريحة توم جامدة جدًا، وهتلاقوا كمان ريحة الحلبة باينة. لكن لمّا أنا عملته كده نقعته من غير ضرب خالص، ومن غير ما أطحنه أصلًا، فريحته عادية، ريحة زيت الزيتون اللي هي الأصلية، مع ريحة الروزماري أكتر حاجة يعني هتشموها، لكن ريحة التوم مش موجودة أوي يعني، هي والحلبة. لكن الخلاصة بتاعتهم هُم الاتنين نزلت في الزيت، مع طبعًا النقع كده 15، 20 يوم أو ممكن أسبوع بس كفاية. بس أنا طبعًا اتأخرت فغصب عني، فأنتِ طبعًا هتسيبيه منقوع في البرطمان لمدة أسبوع بس. وطبعًا لو نسيتِ زيي كده برضه وسبتيه 20 يوم أو 15 يوم ما فيش مشكلة، كل ما بيتنقع كل ما بيبقى حلو جدًا والنتيجة بتاعته هايلة. المهم بُصّوا أنا مش هاصفّي في شراب ولا أي حاجة خالص، في المصفى العادية بتاعة الشاي دي، سِبتها كده على الطبق حوالي ربع ساعة تتصفّي كل الزيت. لإن طبعًا كل نقطة خسارة، الزيت الزيتون غالي وكمان خام ومُركّز وجميل، فمش هينفع يعني إن إحنا نرمي الحاجة كده بكل سهولة، لازم نصفّيه بُصّوا على آخر نقطة علشان برضه الحاجات دي خسارة. شايفين لونه؟ أنا عايزة أقول لكم إن هو أغمق من كده تاني، لون زيتي كده غامق وجميل جدًا وريحته عسل. أنا هاوريكم بُصّوا، أنا هاحطه في البرطمان. شايفين البرطمان ده كان فيه أصلًا، يعني أنا كنت عاملة قبل كده وخلّصته وعملت تاني أهو. هاوريكم بقى كده هاحط حوالي 4، 5 معالق كده على قد شعري، على قد ما هاستخدم لشعري أنا هاحطه قدامكم. دول هاركنهم على جنب كده 5 معالق تقريبًا، وبعد كده هاجيب برطمان تاني نفس البرطمان ده صغير برضه كده وهاحط فيه باقي كمية الزيت. أنا باوريكم بس دول اللي أنا هاحطهم في شعري، جبت واحد تاني وهاحط فيه باقي كمية الزيت، واللي اتبقوا دول برضه أنا مش هاحطهم في أي مكان تاني ولا هاوسخ مثلًا برطمان تاني علشان دول، لأ أنا هاسيبهم كده يعني كمان يومين 3 وهاحط نفس الزيت، يعني هاعمل مرتين في الأسبوع. دول هيكفيني مرة تانية وهاسيبهم في مكانهم كده في الطبق أو البولة. أنا عملت مرة واحدة في شعري وهاعمل مرة تانية بالشوية دول اللي موجودين في الطبق. أنا كده خلاص قفلت البرطمان كويس أوي. شايفين لونه أغمق من كده تاني، بأمانة يجنن وريحته تحفة. وعايزة أقول لكم التركيز بتاعه جميل جدًا على فكرة، أحلى ما بتشتروا أي زيوت من برّه. ويالّا بينا نطبّق على الشعر، وهاحط على الشعر قدّامكم. وأنا جيت بُصّوا، أنا طبعًا كنت عاملة شعر كيرلي، أنا باموت في الموضوع ده. الناس اللي سألت على يا زوزو أنتِ بتعملي شعرِك كده على طول ليه؟ طب ما تغيّري التسريحة، طيب مش عارفة إيه. يا جماعة أنا باحب الموضوع ده. أنا باحب شعري منكوش كده. ناس كتيرة على فكرة بتحب الشعر كده، مش أنا بس. يعني كمان في الترانيم حد بيقول لي: "يا زوزو غيّري التسريحة." وناس تانية برضه في التعليقات تقول لي: "التسريحة حلوة فيكِ." أنا مش عارفة أعمل إيه طيب. أنا عن نفسي أنا باحبها، أنا باحب أقعد منكوشة كده. باحب الموضوع ده جدًا. وناس كتيرة على فكرة برضه بتقول لي: "يعني وشِّك حلو فيها." وناس كتيرة برضه بتقول لي: "أولادي برضه بيحبّوا يقعدوا منكوشين كده." أنا باحب الموضوع ده، ولو لقيت تسريحة تانية غير دي هاعملها، أوعدكم يعني. المهم بُصّوا، أنا مسكت الزيت حوالي كده ال4 معالق الكبار أو ال5 اللي أنا حطيتهم قدّامكم في البرطمان، هاحطهم كلّهم في شعري، وكمان لو اتبقى منه ما فيش مشكلة. بس أنا تقريبًا لمّا شعري طويل وغزير، فممكن هاحتاج كل الزيت ده.
فطبعًا على حسب طول شعرِك، وحسب الكثافة بتاعة شعرِك هتحطّي على قد شعرِك، يعني مثلًا أنا عملت 4 معالق 5، أنتِ مثلًا لو نُص شعري هتعملي مثلًا 3 معالق، لكن لو شعرِك قصير جدًا لو شعرِك قصير جدًا يعني معلقة أو معلقتين بس كده، مش من كتر الزيوت على فكرة اللي تتحط على الشعر، مش من كترها كده هنقول كده يبقى زي الفل والشعر حلو وما أعرفش إيه، لأ، كتر الزيوت اللي هي الزيوت الزايدة كده في فروة الراس بتسد المسام بتاع فروة الراس نفسها. فمش من كتر الزيوت يعني نبقى فرحانين كده ونغرّق شعرنا لأ، بُصّوا يا دوب بس كده أطراف صوابع بس اللي فيها وباحطها في الجذور وبعد كده إيديّا طبعًا فيها زيت بامشّيها على شعري، يعني مش باحط كتير برضه، يا دوب بس كده في الجذور من جوّه ومش باكتّر، وباعمل تدليك زي ما أنتم شايفين كده باقول لكم كده بأمانة الزيت ده عسل كده، في التطويل والكثافة وكل حاجة بأمانة هتدعوا لي، بس عايز استمرار. المهم عايزة أقول على حاجة ودي أكتر حاجة باشوفها في التعليقات، أنا عايزة أطوّل شعري، أنا عايزة أغزّر شعري، أنا عايزة أمنع تساقط، أنا عايزة، وأنا عايزة، وأنا عايزة. يا جماعة أنا عملت حاجات كتيرة جدًا بتطوّل الشعر، بس أنتم مستعجلين. أول حاجة ودي لازم جدًا ودي الأهم من كل حاجة، لو في قشرة في شعرِك وفي حَكّة، شعرِك طبيعي هيتساقط شعرِك هيتساقط يعني هيتساقط، فلازم تعالجي القشرة. أنا عملت وصفة قبل كده وهاقولها لكم تاني دلوقتي، عصير توم وخل تفاح وخل أبيض وعصير ليمون، وتحطوه على بعضه كده وترشوه على الفروة نفسها كل يوم. لو هتعملي مثلًا مرتين في الأسبوع بالتوم معاهم ماشي، لكن لو هتعملي كل يوم يبقى كده هتشيلي عصير التوم، هتعملي بس كده بالخل التفاح والخل الأبيض وعصير الليمون، كل يوم هترشي على شعرِك في الجذور من جوّه، لكن لو هتعملي بالتوم معاهم هتعملي مرتين بس علشان الريحة، لإن الريحة طبعًا قوية جدًا، ومش هتشوفي القشرة دي تاني، وكمان في شامبوهات حلوة جدًا، جدًا للقشرة. في أوبتيدين وفي كمان نيزابيكس، يعني الاتنين دول حلوين جدًا، مع الخلطة اللي أنا باعملها مش هتشوفي القشرة دي تاني، وبعد كده ابتدي اعملي أي وصفة أنا باعملها، بس أهم حاجة من ده كله زي ما قُلت لِك لازم تعالجي القشرة، طول ما في قشرة شعرِك هيتساقط ومش هيطول ومش هيجدد أبدًا، وكمان أهم من ده كله برضه أنا قُلت عليه كذا مرّة، لازم تقصّي شعرِك كل 45 يوم أو كل شهرين. المهم هنا بعد ما حطيت الزيت هاسيبه على شعري من ساعة ل4 ساعات، يعني معاكِ ساعة واحدة بس لحد 4 ساعات، لو أنتِ حابة يعني، حابة تسيبيه ال4 ساعات كلّهم ما فيش مشكلة. هاقول لكم تاني هنسيبه قد إيه على الشعر، هنسيبه من ساعة ل4 ساعات، تمام كده؟ ما ينفعش تنامي بيه خالص. المهم بُصّوا، أنا هاسيبه كده في الهوا على فكرة، وبعد كده هاغسله عادي. شايفين عايزة أوريكم النعومة، على فكرة ده بينعّم الشعر جدًا، وبيبقى فيه لمعة رهيبة. وبكده أنا خلّصت الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو إذا عجبكم، واشتراك في القناة، كمان ما تنسوش تعملوا فولو على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. أشوفكم تاني قريب وباي باي.